في ناس بدايتها من نهايتها. احنا كلنا كنا قاعدين في يوم والدنيا زي الفل والحمد لله، اللي ماشي ماشي واللي قاعد قاعد، وفجأة سمعنا ان الفنان الكبير العظيم المحترم ممدوح عبد العليم اتوفى. ما كانش تعبان؟ لا ما كانش تعبان. كان بيصور؟ لا ما كانش بيصور. كان في حاجة؟ لا، ده كان بيعمل رياضة في الجيم. فجأة وقع وجاله سكتة قلبية وتوفى رحمة الله عليه. عشان نعرف حكاية ممدوح عبد العليم تابعوني في فريدة من الزمن الجميل. ممدوح عبد العليم من الناس النظيفة جدا المحترم. حتى زوجته الإعلامية شفق المنيري بعد ما مات عملت كتاب وذكرت فيه حياتهم مع بعض، وكتبت يوميات في بيت المحترم. يكفي ان ممدوح عبد العليم محترم، عاش محترم ومات محترم. الناس كلها اتصدمت وقت ما مات، الناس كلها زعلت لان هو ما كانش فيه حاجة وما كانش تعبان وما كانش كبير في السن، وهو أعمار وعمره لحد هنا، ولكن سيرته الطيبة باقية، أعماله الحلوة المحترمة لسه باقية. ممدوح عبد العليم اتولد في شبرا سنة 56. ممدوح عبد العليم اكتشف نور الدمرداش في البرامج بتاعة الإذاعة بتاعة الأطفال. اشتغل مع كريمة مختار في بدايته وهو طفل مراهق، وبعدين الدراسة خدته ودخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني كان هيبقى حد دبلوماسي، نوع تاني خالص من العمل، ولكن هو حب يتجه لطريق الفن لان هو كان الموضوع مأثر فيه جدا، وهو كان حابب الموضوع. حتى وهو طفل كان عامل هو واخواته واصحابه فرقة موسيقية اسمها فرقة الكتاكيت. فرقة الكتاكيت عشان هم صغيرين، ولكن اسمها كان يضحك، بس هي فعلا كان اسمها فرقة الكتاكيت. ممدوح عبد العليم مع اول بطولة ليه في السينما كانت قدام الفنان الكبير الله يرحمه محمود عبد العزيز ونبيل عبيد وشريهان في فيلم العذراء والشعر الأبيض. بعد كده توالت الأفلام على ممدوح عبد العليم، وإحنا شفنا كمية كبيرة جدا ما شاء الله من أفلامه، ولكنه في الدراما كان مميز أكتر، رغم إن هو عمل أفلام قيمة جدا. ممدوح عبد العليم كان بيختار أدوار فعلا صعبة ومعقدة. ما ننساش طبعا ليالي الحلمية، ما ننساش الضوء الشارد، ما ننساش خالتي صفية والدير، ما ننساش المصروية الجزء الثاني. بصراحة ممدوح عبد العليم عمل أدوار علامة، عمل أدوار ما فيهاش أي ابتذال، ما فيش لفظ فيها خارج، ما فيش مشهد يخدش الحياء. ممدوح عبد العليم عاش محترم ومات محترم. الوحيد اللي ما كانش بيجري ورا الكاميرات والتصوير والجواز والمهرجانات. نادرا لما تلاقي لقاءات تلفزيونية لممدوح عبد العليم يعني يتعدوا على الصوابع، مع ان زوجته كانت الإعلامية شفق المنيري، وكان يقدر يطلع معاها. اعتقد ان هو ممكن يكون طلع معاها مرة او حاجة، وطلع مع عمرو الليثي مرة او اتنين برضو، وطلع مع منى الشاذلي في مشوار تاريخه ده كله. كان ممدوح عبد العليم قليل الظهور في الإعلام، هو كان بيمثل المسلسل أو بيمثل الفيلم، ما بيستناش حد يكرمه، ما بيستناش حد يقوله برافو، لأن هو عارف إن هو إدى الدور أقصى ما عنده. ممدوح عبد العليم في مسلسل المصروية الجزء الثاني عمل الدور في الجزء الثاني بدل الفنان الراحل الله يرحمه هشام سليم. وطبعا هشام سليم ما يقلش موهبة عن ممدوح عبد العليم، ولكن
بصراحة هو ادى الجزء التاني طابع خاص تماما، غير المفهوم والطريقة والحوار، كان فعلا عمل العمدة بشكل يليق بالعمدة. بصراحة رفيع بيه برضو انا ما تخيلش ان اي حد تاني غير ممدوح عبد العليم يكون رفيع بيه، ما تخيلش حد. ممكن اتخيل ان ممكن الحوار يتغير، الطريقة تتغير، السيناريو يتغير، لكن حد تاني يكون رفيع بيه غير ممدوح عبد العليم بصراحة ما تخيلش. ممدوح عبد العليم اخر عمل عمله هو كان السيدة الاولى مع غادة عبد الرازق، وده كان اخر عمل قدمه في الدراما. وهو ما كانش كثير الادوار، لكن لان هو كان بيختار الادوار بعناية، زي ما تقولوا كده الدور كان بينادي الفنان ممدوح عبد العليم. الفنان ممدوح عبد العليم من الناس القلائل، حتى صداقاته في الوسط الفني نادرة، مالوش صحاب كتير تقريبا في الوسط الفني، كلهم اللي هو مفيش الصداقة الوطيدة، يعني مفيش حد اقول عليه صديق مقرب من ممدوح عبد العليم. يمكن كان الله يرحمه فاروق الفيشاوي شوية، وده اللي انا سمعته، لكن اصدقاء مقربين كده في الوسط الفني من ممدوح عبد العليم. هو كان في حاله، هو كان يعمل الدور يخلصه، الدور يتعرض، الناس تنبسط بس. فما كانش حتى بيستنى ردود فعل من النقاد او غير النقاد على ادواره، لان هو الحمد لله يعني بيقول هو كان واثق في فنه، لان هو كان بيعيش الدور قوي، كان بيعيش الدور بصراحة. يعني احنا كلنا كل ادوار ممدوح عبد العليم محبوبة بالنسبة لنا، كل ادواره، حتى علاقته في حياته الشخصية، هو كان باعد حياته الخاصة عن الاضواء تماما، اذا كان هو نفسه كان بعيد عن الاضواء بخلاف اعماله، فاكيد ما كانش هيعرض الموضوع ده للاضواء. ممدوح عبد العليم عاش محترم ومات محترم، حياته الخاصة أدرى بيها زوجته، وأعتقد من كتر حبها فيه وما قالتش حبيبي، ما قالتش أي حاجة، هي ذكرت أحسن وأجمل صفة عنوان لكتابها وعشرة السنين الطيبة والأيام الحلوة. مفيش حد في الدنيا يتمنى إن هو يتقال عليه كلمة أجمل من كلمة محترم. عاش محترم ومات محترم، معنى ان هي بعد السنين الطويلة تذكره وتدون ايامها وملاحظاتها ومواقفها معاه وعيشتها الحلوة وتقول عليه محترم. اكتر حد يشهد صح في الزوج هي الزوجة، لما تقول ان هو محترم وتذكر ايامها، معنى كده ايامك كانت كلها هنا، الله يصبر قلبك ويخليكي لبنتك ويخليها ليكي. فعلا حتى بنته اسمها هنا. ففعلا فعلا فعلا ايام في بيت المحترم مستحيل حد ينسى الايام الحلوة، ومستحيل حد ينسى الشخصيات الجميلة اللي بتخلينا نعيش معاها ايام حلوة وتفضل في الذاكرة ما تروحش غير بالموت. ممدوح عبد العليم علامة من علامات الفن المصري، اللي ممكن يكون ما خدش حقه قوي وهو عايش، ما شفتش ليه تكريم، ما شفتوش استلم جايزة، ما شفتوش طلع على ستيج ولا راح مهرجان علشان يتصور على السجادة الحمراء، ما شفتوش في اي حاجة مخجلة عشان نقدر نقول ان هو مش محترم. رحم الله ممدوح عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.